بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على بركة الله نكمل درس مخارج الحروف، وما زلنا في الموضع الثالث اللسان. المخرج الثامن رأس اللسان مما يلي ظهره، وأصول الثنايا العليا جهة الحنك الأعلى مخرج لحرف الطاء والدال والتاء. التاء اللي عندها جوج النقاط. أعيد: المخرج الثامن رأس اللسان مما يلي ظهره، وأصول الثنايا العليا جهة الحنك الأعلى مخرج لحرف الطاء والدال والتاء. نبدأ بالشرح على بركة الله. رأس اللسان معروف. مما يلي ظهره أي رأس اللسان وديك اللحمة اللي من جهة التحت ديال اللسان، من جهة التحت، هذه هي مما يلي ظهره. وأصول الثنايا العليا، الثنايا العليا معروفين دوك جوج السنينات الفوقانيين القداميين. الأصول، شنو هو الأصول ديال الثنايا العليا؟ هو المنبت، ديك اللحمة منين كتخرج، دوك اللحمات منين كيخرجوا هادوك جوج السنينات الفوقانيين، هادوك اللحمات هادوك هما أصول الثنايا العليا. متفقين؟ إذا دوك جوج السنينات الفوقانيين المنبت يعني المخرج ديالهم اللحم فين كاينين هما، فين كاينين من الداخل، هذاك هو أصول الثنايا العليا. جهة الحنك الأعلى، الحنك الأعلى معروف هو السقف الأعلى ديال الفم، مخرج لحرف الطاء والدال والتاء. نستعملوا هذه المعلومات وغنلقاو هاد الحروف كيخرجوا من هذا المخرج هذا. حرف الطاء: إط إط إط. حرف الدال: إد إد إد. حرف التاء: إت إت إت. إذن هذه الحروف الثلاثة مخرجها من رأس اللسان مما يلي ظهره، وأصول الثنايا العليا جهة الحنك الأعلى مخرج لهذه الحروف. نكتفي بهذا القدر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.